ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة الغريبة الجميلة دي وبكوباية سمنة واحدة بس. يلا نشوف مع بعض المقادير. عندي هنا المقادير: كوباية من السمنة، ودي سمنة بلدي. لو احنا حابين نعملها بسمنة نباتين ممكن، بس الصحية طبعا الزبدة والسمنة البلدي. بعد كده ضفت نص كوباية من السكر الناعم وضربتها. ممكن لو حابين نضربها، ما عندناش مضرب كهربا، ممكن بمضرب يدوي نضربها حلوة قوي لغاية لما تبقى هشة كده. بعد كده هضيف السر اللي هو بتخلي الغريبة مقرمشة، وهو بياض بيضة. يعني جبت بيضة وخدت منها البياض وضربتها حلو، بس ده محتاجة انها تتضرب حلوة قوي. لو انا هستخدم مضرب يدوي احاول ان انا اضربها كويس جدا. بعد كده هتبقى بضيف فانيليا واضربه حلو قوي برضو لغاية لما تبقى هشة كده زي ما انتوا شايفين. هضيف بعد كده عندي الدقيق. عندي هنا ضفت كوبايتين من الدقيق. بضيف طبعا الدقيق حبة بحبة علشان كل دقيق بيختلف عن التاني في امتصاصه للسوائل. ضفت هنا تاني كوباية، وهضيف بعد كده حوالي ربع كوباية كمان. طبعا بيختلف، يعني ممكن معاكم ممكن يزيد الدقيق او يقل. دايما نبقى عاملين حسابنا ما نحطش كمية الدقيق كلها. وضفت على الدقيق ربع معلقة من البيكنج باودر. مش عايزين اكتر من كده، ربع كفاية، ربع صغير. لغاية لما العجينة عندي، شايفين العجينة لازم تبقى طرية، واتأكد انها مش ناشفة، انها لما بضغط عليها كده ما تكونش بتشقق وطرية. بعد كده بقى بعملهم كور صغيرة. عملت معايا كمية، ما اقولكوش كمية كبيرة جدا، رغم ان هي كوباية من السمنة واحدة، بس عملت كمية حلوة. بعملهم كور متساوية، ولو عندي معيار ممكن اعير بيه. معلقة المعيار دي برضو بتظبط المعيار شوية عشان كله يطلع قد بعض. بعد كده بزوقه باللوز. اللوز عندي هنا مش بحط لوزة كاملة علشان ما هتقع، لازم تكون نص لوزة. بجيب اللوزة بسكينة كده وبفتحها زي كده من النص كده، فاقسمها لاتنين، وببتدي اضغط عليها. طلعة جميلة وطعمه بجد حلوة قوي. انا بعمله على طول. انا صحيح لسه ما دقتوش عشان احنا لسه صايمين، بس هو طالع جميل جدا مقولكوش، ومقرمش وفي نفس الوقت هش وطري ولذيذ. انا كل سنة بعمله، دي مش اول مرة. انا بقالي اكتر من 15 سنة بعمل الغريبة، بس يمكن اول مرة اصورها. طعمة وجميلة، وكل اللي ده الحاجات دي عجبته جدا. شوفوا بقى الكمية اللي مطلعاها، طلعت حوالي اكتر من 55 غريبة بكوباية سمنة بس. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وياريت تنوروني على الجروب. باي باي.